اهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست اندر ريتد. النهارده ضيفي مميز جدا وحبيبي جدا، وبعدين شخصيه مختلفه قوي لان هو جامع بين الكره والفن وبيفهم في الاثنين قوي، ده غير ان هو دمه خفيف قوي وجريء كده وما بيهموش حاجه. خلونا ارحب بالنجم حبيبي واخويا اسلام صيام. حبيبي قلبي قابلته. عامل ايه اسلام؟ لحب على الدخله حلوه دي. دخلة فنانين، دخله جامده ودمه خفيف، جامده وخاطفه وبتاع. عامل ايه اسلام؟ اول حاجه شكرا طبعا ان انت جيت وقبلت الدعوه دي، انت حبيبي يعني كده انت عارف. تاني حاجه بقى عايز اتكلم معاك بقى في حاجات كتيره قوي في كوره وفن. انا عارف ان انت جامد في الفن، انا كمان جامد في اي حاجه. انا كمان بفهم في الفن على فكره، بس ما حدش عارف والله القصه دي. والله انا مجرم في الفن، نفسي ما اعرفش. بس فخلينا ابدا معاك كده. يعني انت كنت مساك جامد قوي وكنت لعيب جامد، فانا مستغرب انت بطلت وفي لعيبه من جيلك لسه بتلعب. قول لي بقى انت ليه اصلا بطلت وفي لعيبه من جيلك لسه بتلعب زي محمد سمير، حتى مش هقول لك عبد الله السعيد والناس دي، في ناس من جيلك لسه بتلعب. فانت ايه اللي خلاك تبطل بقى والقصه جت معاك ازاي؟ بطلت ده عشان نمرود كبير والله. تتنمرض؟ بص خليني احكي لك كده ايه، اللي يعني ارجع لك كده اخر سنتين ثلاثه كده قبل ما ابطل. يعني انا جينا في 2014 قبله، كنت اخر سنه في غزل المحله في الدوري الممتاز. خلصت عقدي وكان عقدي خلص، وبعدين 2014 وبعد كده اتجوزت. وبعد كده طلعت كان كابتن شريف الخشاب كان ماسك فرقه في عمان، سافرت معاه ايه، حاجه خدني وكده. كنت انا احمد سلامه الفيرود بتاع حارس حدود ده لو تفتكروا ابو شعر، خدنا احنا الاثنين وطلعت معاه ايه على عمان. طب يا معلم اول تمرينه رحت واقع صليبي. يا ساتر مع كوكي مراتي دخلت بايه برجلها الشمال. كنت لسه متجوز؟ جوز قبلها باسبوعين. خلصت عليا. المهم يا معلم خلصت، راح جيت بقى صليبي. رحت طبعا بقى في عمان، فهم الناس اللي كتر خيرها وبتاع ايه ده مدين لي مش عارف 5000 دولار حاجه. انت عملت العمليه واتاهلت، قعدت والله العظيم ما بينه يمكن ايه بعديها سنه ونص. كان ساعتها كنت عندي بقى 29 سنه. قعدت سنه ونص في اللي ما بعملش حاجه، قاعد بقى من غير نادي، وقاعد بس بتعالج وبتاهل وعمال بقى اتمرن وبتاع مش عارف ايه، لسه متجوز ومصاريف ودنيا لدرجه بقى وقعدت بس نص دي بقى بحاول ان انا ارجع تاني العب واعمل وبتاع. بعدين كل بقى ما حد تتكلم في نادي ولا حاجه يقول لك ده انت عندك 30 سنه وبقالك سنه ونص قاعد وصليبي وما انت لعبت في الاهلي والزمالك وبتاع، مش اسم كبير. فاللي هو ايه فجينا لدرجه بقى ان انا خلاص رحت ايه جيت بقى بقول لك بعد ما السنه ونص دول عدوا، رحت قلت لا خلاص شكلها ايه مفيش، مش جايه سكه تاني في الكوره. طب خلاص رحت رايح مكلم كابتن علاء نبيل في المقاولين، كان لسه مدير بتاع ناشئين. وانا بقى انت عارف انت اصلا انا ناشئين مقاولين ودرجه ولا مقاولين وبتاع 15 سنه في النادي. قلت له يا كابتن انا خلاص ايه، انا بطلت خلاص بقى انا بطلت كوره يا كابتن وبتاع وايه، وعايز امسك بقى مدرب بقى اشوف لي اي حاجه وكده. قال لي طب خلاص ايه تعالى امسك ايه في اكاديميات المقاولين اللي هو كان عندك كام سنه ساعتها؟ 30 سنه. نزلت قابل له والله اول شهرين بقى خلاص بقى بدرب في الاكاديميه، باخد 1200 جنيه في الشهر والدنيا هجيبوا ايه دول؟ عنب. انا بقول لك انا داخله مخلصه. فمعلم بالصدفه بس سبحان الله كنت انا حتى وانا في الشهرين دول برضو عمال اتمرن وصبح وبالليل وفي رمضان وانا صايم، ما تفهمش يعني ايه كانت كده يعني. لحد جت في مره كنت ابراهيم نور الدين قابلته صدفه كده وانا بجري وبتاع. انا طولت عليك ولا حاجه في الحوار ده؟ لا يا عادي الدنيا حلوه براحتك. رحت لقيت كابتن ابراهيم بيقول لي يا ابني انت فينك وبتعمل ايه وبتاع. قلت له يا كابتن لا ده انا بطلت دلوقتي وبتمرن مش عارف ايه. قال لي طب بقول لك ايه، انا لسه كنت بتوع النصر التعدين بقى كانوا لسه صاعدين دوري ممتاز. قال لي ده انا كنت لسه قاعد في صدفه كده مع مدير الكوره في لما سمع كابتن محمود بدري في نصر التعدين، وبيقول له ايه اشمعنى ما عندكش مدافع يكون يعني عنده خبره شهر الدوري ممتاز وايه هيجي ياخد مننا 2 جنيه ومش هيقول حاجه وبتاع. والله العظيم يا جدع انا احكي لك، انا اقول لك بقى المره الجايه اصبر. فبعدين راح ايه قال لي طب بقول لك ايه ما تروح وبتاع وماتش ولا 2 ويشوفوه كده. قلت له يا كابتن ابراهيم انا بقالي ساعتين قاعد دلوقتي بتدرب. قال لي يا عم روح مش هتخسر حاجه. المهم يا معلم رحت، بقول لك والله بقالي ساعتين قعدت بطلت كوره عندي 30 سنه وبتاع. رحت يا معلم كان ساعتها كابتن محمد رسام بس مدير فني. راح جه اول ما رحت له لعبت معاه ماتش ودي في الثاني بتاع الدنيا معلم دلوقتي بيقول لي طب خلاص ايه روح ابدا. رحت رايح معاهم الدوري السنه هم لعبوا فيها دوري ممتاز. جيت بقى اول سنه معاهم اول 6 شهور طبعا مش شايف يعني جاي بقى لي سنتين قاعد في البيت وبتاع فواحده واحده وريتم الماتشات وبتاع. الدور الثاني عملته جامد جدا. هوب يا معلم على الاسيوطي النصر التعدين نزل، جه يكلموني في الاسيوطي كان لسه صاعدين. رحت رايح على الاسيوطي اقسم بالله يمكن بقى السنه دي الوحيده في حياتي اللي ركزت فيها في الكوره.
عملت موسم على تاريخي جامد قوي. كان عندك 31 سنه. انا عندي بقى سنه 33 يبقى عدى بقى السنه، ما انا بقول لك سنتين فعدوا. خلصنا اقسم بالله بيقول له السنه دي كان انتاج اسماعيلي مقاولين مصري الاربعه عايزيني، وانا بقول لك 33 سنه وخلاص. بس اسماعيلي انتاج، اقسم بالله اسماعيلي انتاج مصري مقاولين. فلا ما هو السنه دي بقى بقول لك انا بقى سنه بقى فعلا السنه الوحيده اللي في الكوره في حياتي ركزت بقى وصلاه وقيام الليل وتمرين الدنيا حوار تاني اقسم بالله. كابتن علي بقى لو انت اكيد تعلمك قاعد بيضرب بيه المثل في اللعيبه كلها، بيصلي مفيش زي بص استبع طلعت في الجامع مش عارف اللي بره. المهم فاسمه ايه ده، فمعلم خلصت السنه وبعدين النادي اسيوطي بقى بيراميدز قعدوا 7-8 لعيبه. انت مش منهم؟ انا منهم بقى. انت منهم؟ انا بقول لك المفروض بقى بص ربنا بقى شفت انت كنت برمي ب 1200 جنيه بقيت في بيراميدز اكمل بقى زمان نمرد بقى. انا بقول لك بحب النمرد ده قوي. ارجع بقى تاني مش في دماغي. جيت في اول بقى ما كنا في بيراميدز وبتاع طبعا احنا مغيرين بقى عقودنا وبتاع فاهم. مسكت قرشين كده وبتاع كنت واخد بقى كان بقى ساعتها ابو ناصر لسه واخد بقى فاول لسه واخد النادي. شاي في بيراميدز والله العظيم. والله شاي عادي. عندك حق بصراحه. اللي مش كان بياخد فلوس اكتر مني. فبقى طبعا انا من اسيوطي باخد 2 جنيه ونص العقد بتاعي مغيرينه في بيراميدز. وبعد كده بقى الدنيا مره واحده اتشقلبت وبتاع وكده اروح بقى نتدلع بقى تاني. مش في دماغي بقى وارجع بقى بقيتش اقيم الليل. مش في دماغي ما بقيتش اقيم الليل ولا اصلي العشاء ما كنتش اي حاجه بقى. رجعت تاني زي الاول. بس يا معلم قمت كنا عندنا اول ماتش كان في ماتش ودي كده مع فرقه من روسيا برده كده طق راح جالي غضروف. قعدت بقى بعد الغضروف اعمل له ولا اتاهلت بقى ولا مش في دماغي حاجه بقى خلاص. ما انا عملت اللي انا عايزه فاهم. رجعت بقى من الغضروف بقى ما تاهلتش كويس فرجعت اسمي شويه على رجلي اصابات بقى قرحه في ركبتي ومش عارف ايه. بعد كده رحت نازل بقى من كيرف راح طاح مره واحده بقى. تخيل انت مثلا من بيراميدز بقى انت بعد 6 شهور بتلعب درجه ثانيه مفيش اصلا مفيش حاجه اساسا الدنيا ملعب تراب بقى والدنيا بايظه مش عارف بس فجيت بقى في اخر 6 شهور فرحت نازل على الداخليه. بعدين بالصدفه بقى جت الكورونا كانت في اجازه وبتاع مش عارف ايه. ميسي نفسه جت بقى الكورونا على الناس كلها كنت انا قاعد كده. وبعدين جه بقى انت عارف روبي اخت مراتي طبعا مين ما يعرفوش. ليها كل التحيه والله طبعا. فبقول لك كانت هي بقى ساعتها كانت هي عندها اعلان بتصور اعلان في الغردقه سوما بيه. وانا ساعتها كنت ساعه الكورونا فكانت اجازه بقى من الكوره وبتاع. انا اصلا بيني وبينك اصلا زهقان وعمال بقى عمال اجلد في نفسي اللي انا عملته وضيعته مش طايق. بص هموت طلع سوما بيه تنسى اقسم بالله همدمر نفسي. حتى بتاع سنه ونص لحد ما مراتي عارف انت كانت بتشد في شعرها منها ترحمني يا عم ما مش عايز تعمل ايه بقى بس بطل كوره وخلاص. فالمهم بقى جت هي كانت هي رايحه الاعلان ده. وبالصدفه بقى كانت هي ساعتها هي العيله كلها اصلا عيله مراته ما فيهمش رجال يعني هم بنتين لوحدهم فاهم. بنتين وكده قالت لي طب بقول لك ما تيجي تعالى معايا انا عايز حد معايا يعني كده ما معيش حد. يقول اصلا كده كانت بتشتغل لوحدها يعني معيش حد وكده تعالى بس معايا كده حتى كراجل يعني راجل معايا. قلت لها طيب خلاص يلا نطلع يلا انا اجي معاكي وبتاع. وبعدين بقى مش فاكر هناك حصل مشكله كده يعني مشكله كده في الاعلان وبتاع فمتصدر بقى. فرحت انا متصدر وانا بقى بهيمه ولا فاهم حاجه بس انت عارف احنا كرجاله فبنعرف نتكلم بنمشي الدنيا. فسبحان الله الموضوع راح محلول سلكت. فلقيتها بعدها بتقول لي بقول لك انت مش خلاص زهقت من الكوره وكبرت وبتاع ما تيجي تشتغل معايا. فقلت لها يا بنتي يا روبي هشتغل معاك انا مجالي ولا فاهم حاجه ولا لقيت لي بس تعالى خلاص. وهي كانت شايفه حاجه ما اعرفش ما حدش شايفها هي الوحيده اللي شايفاها بس. ومشيت بقى وبتاع ودخلت سكه الفن. احنا هنيجي لقصه روبي دي تاني كده مش هحلك فيها مش هتحلنا انا عارف. خلي بالك انا زهقت من الكوره بس مش ولا فنان عبرني ولا اخويا حتى ما حدش عبرني. كان نفسي اروح اعمل اي حاجه بس. طب انا عايز ارجع معاك بقى لورا شويه كده كواليس كده بقى الاكتر واحد بحبه في الدنيا. انا اللي انا عارفه ان انت لعبت بقى ضد ميسي ساعه كنت ماسك ميسي فاهم. وانا اصلا كان حلم حياتي ان انا اشوف ميسي اصلا في الاستاد وهو بيلعب. يعني ده حلم حياتي ان انا اشوف ميسي في الاستاد وهو بيلعب. بحبه بجد اكتر من محمد هو عارف كده وانا فاهم. انت كمان تحبه اكتر من اي حد ده من العيال ما عارف. فاحكي لي بقى الكواليس لان انا بالنسبه لي ان انا قاعد مع حد لعب ضد ميسي في الملعب
ميسي عامل ازاي في الملعب؟ ايه اللي حصل؟ انا شايف فاكر مره برضه احمد غانم سلطان حكى ان هو مش عارف دخل مين دخل فيه جامد، قام فاهم حاجه حوسه. احكي لنا بقى كده. بص احنا اصلا كده كنا قبل الماتش، هو ميسي كان ساعتها لاعب، لو تفتكر اول ماتش ليه مع برشلونه كان في جون في الكاس اللي كانت رونالدينيو عملها له كده، عاملها له. فهو اوريدي احنا داخلين كاس عالم وعارفين ان في واحد فز معانا اسمه مجنون موجود. فطبعا كلنا بقى قبل الماتش كلنا بقى عمالين ايه يعني، مجدي طبعا خايف يمسكه. مجدي مين؟ احمد مجدي بتاع الزمالك خايف يمسك ميسي. ده احنا في كوره في الماتش والله بالله، كنت انا واقف، هو مجدي مش موجوده يعني، كانت في ساعه الفيفا، لعبه الفيفا السنه دي كانت موجوده الكوره دي. ميسي كانت الكوره على 18 كده، اقسم بالله في مثلا بتاع 40 ثانيه عمال يعمل ان هو انما انه هيرفع يروح راجع بمجدي، قعد مثلا بتاع 40 ثانيه والله العظيم رايح جاي. لا وانا من وراه عمال اقول له ايه اضغط يا مجدي اضغط يا مجدي. فرحت بقى مثلا بقول لك ايه بعدها بعد مثلا هو راح معدي راح طق راح الجون الثاني، فقلت له تعال، فراح مجدي راح عارف قال لي ايه، قال لي ما تيجي عليك بقالك دقيقه بتقول لي بتضغط، ما تيجي تضغط معايا بتقول لي ده انت مسلمه طبعا. لا لازم اسلمه. لا لسه حكايه مش طبيعي. هو يعني البطوله دي خدها وخد الهداف احسن لاعب وحاجه، ده كان ناقص ياخد احسن جون. والله بس ده انت ما قفشتش التيشيرت بتاعه ليه يا عم؟ كانش بيرضى يدي تيشيرت حد خالص. لا والله اقسم بالله تخيل بجد كل منتخب طبعا كل منتخبنا وكل منتخبات حتى كان يروح له في اي حد يروح له في الفندق عنده ما يديش تيشيرت حد خالص. غريبه قوي مع انه دلوقتي ما في الشارع اتغير. طب انا بقى عايز اخدك بقى لحته ثانيه كده، عشان انا بصراحه انا مستمتع بالكلام معاك، لان انا برضو عامل زيك، انا عندي حته بحب الفن وبحب المزيكا وبتاع، مش الناس كلها عارفه كده. فانا بقى عايز اسالك سؤال تاني بره الكوره كده. انت دلوقتي كروبي، انت شايف روبي فين دلوقتي كتصنيف فنانات او الكلام ده؟ انت شايف روبي فين؟ روبي ما فيش حد زيها، روبي مش شبه حد، روبي في حته لوحدها خالص. هي كده في حته لوحدها يعني لا بكلمك بجد والله، يعني هي مش زي حد، يعني لو هنتكلم عن روبي مش زي حد خالص يعني ما فيش حد فيه مفيش حد في الموضوع كله ده، اللي بيغني واللي بيمثل واللي بيضحك واللي بيعيط لا مفيش زي روبي يعني. وبعدين بحس ان هي كمان يعني عمري ما الاقي حد ابدا في الشارع ما بيحبش روبي، ولاده بنات هي سبحان الله والله بكلمك بجد، يعني بحس ان القبول ده من عند ربنا، يعني ولد بنت هي الوحيده اللي يعني الستات والرجاله مجتمعين عليها في مصر بيحبوها جدا عموما، يعني ده حقيقه بيحبوها جدا ككاركتر وكمزيكا حتى فاهم. دي حقيقه لا دي حقيقه محبوبه جدا يعني محبوبه جدا. لا روبي وهي جميله يعني على الله خالص يعني. طب انا بقى ايه غير بقى قصه روبي دي؟ انت كده مثلا في الكوره، انا كنت بتكلم معاك كده مثلا قبل ما نطلع نصور، فكنا بنتكلم على الكواليتي بتاع اللعيبه المصريه والمش عارف ايه والكلام ده. بص خلينا متفقين ان احنا مش عايزين نقول كلام كده بيتقال في كل الحلقات وفي كل البرامج وفي كل الكلام ده، ان كده الكوره في مصر رجعت لورا وان الكواليتي وحش، وكل المدربين اجانب ومصريين بيقولوا الكواليتي وحش والكلام ده، وان لازم المنظومه تتعدل ومش عارف ايه، والمنظومه ما بتتعدلش. انت كاسلام بالخبرات دي، انت لعبت من بيراميدز لدرجه ثانيه يعني خدتها من تحت لفوق ومن فوق لتحت والدنيا كده، شايف ان ممكن ازاي يبقى في امل ان احنا نبدا نطلع كواليتي لعيبه كويسه تاني، اطلع محمد صلاح تاني، اطلع تريزيجيه تاني، اطلع اللعيبه اللي هي الجامده دي اللي تحترف يا معلم؟ هي ناشئين، رقم 1 رقم 2 رقم 3 ناشئين مبدئيا. انا بشوف يعني زي ما انت بتقول، انا بيطلع مثلا بلاقي الناس كلها بيقولوا تطوير المنظومه الرياضيه، هنقعد نتكلم في الحوار ده هناخد لحد سنه 2050 احنا بنقول تطوير، عايزين كل واحد يطلع اكتر تطوير المنظومه الرياضيه. طب يعني ايه اللي هيحصل في تطوير المنظومه الرياضيه؟ هيحصل ايه؟ المنظومه الرياضيه مش هتتطور، انت اصلا كده عايش في سيستم من واحنا من ايام الفراعنه، هو مش هيتغير. هو الموضوع كله هتقعد تشيل اسماء وتحط اسماء، هي نفس القصه. نعمل الحاجه اللي نقدر نعملها في الوقت اللي احنا موجودين فيه. يعني انت كنت زمان لما كنت تلاقي في منتخب ناشئين قوي، بقى في منتخب شباب قوي، بقى عندك منتخب بقى في ده طبيعي. انت دلوقتي يا معلم انت كل منتخباتك الاعمار السنيه كلها مش موجوده، كلها بتطلع ما بتكملش بطولاتها، بتطلع من الدور الاول ده من الثاني. انا نفسي ان هم يبقى مدرب منتخب الناشئين، مدرب منتخب الاولمبي، مدرب منتخب الشباب، لازم يبقوا اجانب، ما ينفعش يبقوا مصريين. حط معاهم زي مدربين زي عادل مصطفى، زي شيتو، زي مدربين كويسين وصغيرين، او بيقولوا عليهم احنا صغيرين عندهم 45 سنه، بس احنا بنقول عليهم في مصر ان هم صغيرين يعني.
حطه معاهم، لكن لازم تعمل كده. لان انا اقول لك على حاجه، المدربين اللعيبه في اوروبا مهما كانت فنيا خد بالك، حتى لو في مقدونيا اي بلد مش موجوده، مهما كانت ممكن تلاقي فنياتها واقعه، بس عمرك ما تلاقي مش عارفين مثلا يقفوا، واقفين غلط. اللعيبه امتى توزع مجهودها، امتى تروح وامتى ترجع وبتاع. احنا عندنا يا معلم اللعيبه في مصر لا، ما فيش. انت بتطلع لعيبه في الدوري، يعني انت بتطلع لعيبه تلاقيها في منتخب اول عندها مشاكل في الاساسيات، في الاستلام والتسلم، وامتى اروح وامتى اجي وامتى نص الملعب بيستلم وشه وجون ومش عارف يستلم بيمين، ما ده اللي بقول لك عليه. يفكر وبيلعب بقى توب ليفل ومصر وفي منتخب مصر وبياخد ملايين. كلامك صح طبعا. امال اللعيب بقى اللي في ثانيه وثالثه يعمل ايه؟ كلامك صح. فانت تخيل، فانا بقول لك ان نفسي ان يبداوا في مصر نعمل هو الموضوع ده. لازم الناشئين ولازم مدربين اجانب، وحط في الفتره الاولانيه. وخلي بالك المنتخب الاول في الفتره الاولانيه خلي مثلا كابتن حسام اللي هو موجود او ايا كان مدرب، لا خلي مدرب وطني. ليه؟ خلي وبعدين ندي وقت لما اي مدرب من اللي هم الاجانب الموجودين دول قعد في مصر شويه ونجح، يطلع يمسك منتخب اول على طول. يبقى خلاص عرف الدوري وسيستم الدوري واللعيبه والدنيا ماشيه ازاي. الله ينور عليك. لان انت لو بتاخد بالك يا بيلو، هي الفكره. اقول لك على حاجه، الفكره في بقى احنا لما بنجيب مدرب اجنبي من بره. بص انت مصر كلها في تاريخها اكتر انجازات حصلت كانت في عهد مين؟ كابتن حسن شحاته وكابتن جوهر. الامارات لو في وقتها لما كانت بتاخد كاس اسيا وبطوله اسيا وبتاع، كانت مع مدرب وطني مش فاكر اسمه علي حاجه كده، كان مدرب وطني برضه. احنا مشكله احنا مصر والبلاد اللي هي الخليج دول احنا دوريات مغموره، يعني على عكس حتى شمال افريقيا، تونس والجزائر والمغرب، كل 3/4 اللعيبه دلوقتي بتاعت منتخباتهم هتلاقيها في فرنسا والبرتغال وبتاع. فلما بيجيبوا مدرب اجنبي اوريدي هو عنده خلفيه باللعيبه دي، لكن انت بتجيب مدرب اجنبي عندك انت اصلا كانك جايب جوارديولا يمسك منتخب ويقعد بقى بيلو يجيب باك ليفت سموحه وباك رايت الجيش، وخد بقى استنى بقى وبيلو في الاتحاد مش عايزه ومش عارف مين واحد يزن على ودانه، لا زيزو مش دولي وده دولي وبتاع، ما خد ده وما تاخدش ده. لكن لو انت واحد انت عندك دلوقتي هو اوريدي حقق نتائج ونجح مع منتخب اولمبي مع منتخب شباب، انت مسكته منتخب اول، خلي بالك بقى عنده ميزه كبيره جدا. ايه بقى هي؟ ان انت الراي العام اصلا بقى بيسانده، فاهم حاجه؟ فخلاص ما الناس عارفاه وعايزه الراجل ده، عنده رصيد عند الناس. الله ينور عليك. هيعمل اللي هو عايزه بقى، مش هيبقى من اول ماتش ده فين وبتاع. غير كده انا شايف ان دي الحاجه اللي احنا نقدر نعملها في توقيت صغير. لكن هنقعد بقى نطور منظومه. انت بتطورها ازاي؟ يعني حد يطلع يقول لك ما انت هتطورها ازاي؟ انت عارف اساسا ان بره معظم الفرق الجامده يعني اسبانيا وارجنتين والفرق دي، تلاقي ان المنتخب الناشئين الشباب للاولمبي للفيرست تيم بيلعبوا بنفس الخطه. يعني لو فيرست تيم بيلعب 4-3-3 هتلاقي اللي تحتهم بيلعبوا ليه؟ عشان لكن انا هنا زي برشلونه لمسيه وزي عشان انا الاحتياجات بتاعه المنتخب الاول يا عم عنده لعيب اتصاب، عنده لعيب كذا، في منتخب لعيب دولي منتخب اولمبي يطلع يسد في المركز ده. لكن انا لو بلعب ب3 مساكين مثلا واللي هو فوق بيلعب ب4، انت فاهم قصدي؟ بالظبط. صح. فانا بحس ان هي وكمان خلي بالك ان المنتخبات، يعني انت مثلا معلش انت لو جبت جوارديولا اللي هو يعني فاهم اعظم في حته ثانيه مسك منتخب مصر، هيعمل ايه؟ اللعيبه ولا عندها اساس ولا عندها بتاع بالنسبه طبعا للعيبه بتاعت بره، ولا هو عارف حاجه. هيبقى عايز 300 سنه على ما يعلم اللعيب يقف ازاي ويجري ازاي ويعمل. بلس ان هو خلي بالك ممكن تلاقي تشامبيونز ليج شغال مثلا واحنا في اجازه، العالم كله بره موقف اجازه واحنا بنتمرن. انت فاهم؟ صح. فزي ما انت بتقول يعني القصه محتاجه اصلا تبدا من تحت خالص. غير كده اقسم بالله لو قعدنا 50 سنه ولا يحصل اي حاجه. فانت لازم تبقى في بيس، ترجع تاني تبقى في بيس عشان يبقى في منتخب اول يا جماعه. لكن احنا هنقعد كده مش هيحصل حاجه. يعني انا لما كنت بتفرج على الاولمبياد وبتفرج على المنتخب الاولمبي، لا يا جماعه بغض النظر ان هم رجاله طبعا وبغض النظر كل حاجه، بس لا الكونات ما فيش مش قادر تطلع منهم لعيبه. في لعيبه جامده قوي ما راحتش برضه يعني من غير ما اخش في طبعا عمر الساعي وحسام اشرف، واحد من احسن لعيبه في الدوري، واحد من هدافين الدوري طبعا لعيبه جامده قوي زي ما راحتش. في لعيبه كبيره راحت. انا كنت شايف اللي هي يعني انا بالنسبه لي ما اضافتش حاجه خالص للمنتخب. وبالنسبه لي نني وزيزو بالنسبه يعني يمكن نني ادى بشكل كويس يعني بصراحه. انت شايف زيزو ما ضافش قوي خالص؟ ولا انا بصراحه يعني انا كنت حاطط عليه امل اكتر من كده. انا قلت قبل كده ولسه برضه انا شايف ان زيزو انا ما خدتش منه اي حاجه في منتخب مصر، حتى منتخب مصر الاول عمري ما شفت زيزو بالنسبه لي فايق بصراحه. وانا بص، انا موضوع المنتخب ده ان انت تبقى كويس في المنتخب، انا برضو في كلمه بتجنني قوي يعني استغربها من الناس، حتى الناس اللي بتفهم في الكوره يقول لك اصل ده لعيب دولي ولاعيب يعني ايه لعيب دولي؟
انا اللي انا عارفه هقابله اللي انا اعرفه في لعيب الكوره جامد ابقى لعيب جامد في اي حته. بس خلصت. انت ما هو اللي انت بتختارهم من المنتخب دول اللي هم ايه، أحسن اللي هم من الدوري. الكويسين قوي في الدوري. انت بقى مش كويس في المنتخب، انت كويس بس انت مش كويس قوي، انت بتضحك علينا. ده رايي يعني. انا ما اقتنعش رأيي بحته ان انت لعيب دولي يا معلم. انت لعبت، احنا كلنا لعيبه كوره. انت مجرد ان انت نازل ومركز وتمرينك صح وواقف على رجلك وبتاع، اصلا كل اللي حواليك انت مش حاسس بيه. انا مقتنع بكلامك جدا. وكمان خلي بالك من حاجه، انا بشوف برضو يعني في نقطه زيزو دي، انا بشوف ان هو يعني هو انا قلت قبل كده ان جمهور الزمالك ظلمه، جمهور الاهلي ظلمه. جمهور الزمالك ظلمه عشان حطه في حته بعيده جدا، ناقص يحطوه مع صلاح، فالولد عليه ضغط. هو يمكن يكون عشان هو في الزمالك يعني فارق عن اللعيبه. ما هو خلي بالك عشان كده الزملكاويه برضه وطارق ومصطفى والناس دي كان لعيب جامد ومهم، بس ما كانش رقم واحد. فاهم؟ فلما انا ابقى في فرقه انا الوان مان شو اللي بشوط ضربات جزاء، اللي ممكن ابقى جايب 17 جون منهم 10 11 ضربات جزاء، فانت تيجي تبص يا لهوي لعيب مصر جاب 17 جون، دي بتزق في الكريدت بتاعه جدا. فاهم قصدي؟ لكن انا بالنسبه لي اللعيب الجامد يعني، انت شفت ماتيتا مثلا مع فرنسا اللي جاب فينا الجونين، او اوليس اللي راح بايرن، ده هو خلاص اللعيبه الكبيره كلها فرقت معاهم. انا شايف كده برضو، انا معاك. اللعيب الجامد بص جامد في كل حته. يعني اي حد تاني يعني زي ما انت بتقول بقى كده، اللي هو نقدر نقول عليه لا طب لعيب كويس بس مش لعيب كويس قوي. يعني اصل الموضوع في ايه؟ اصل انت اللي بتبقى وحش، انت بتروح احتكاك اعلى، ضغط اعلى، فانت مش قادر تستحمل الحاجات دي، فانت مش يعني خلاص يبقى انت مش جامد بس عندك ليميت ما تعديهوش. بالظبط، ده اللي انا بشوفه. طب انا بما انك انت بقى واحد اشتغل في الكوره كلاعب ولعبت في انديه كبيره، كواحد اشتغل في الفن، حسيت ان انت الموضوع بالنسبه لك ايه الامتع كاسلام؟ يعني عادي، ايه الامتع؟ يعني انت لو بايدك اكمل حياتي مثلا في التدريب، لان خلي بالك انت قصه غريبه جدا. يعني بالنسبه لي لعيب الكوره ده بيبطل يا اداري يا معلم يا مدرب يا محلل يا مش عارف ايه الكلام ده، فاهم؟ لكن ان انا ابطل وابقى فاهم واشتغل. انا زي ما حكيت لك، انا موضوع دخول الفن ده اصلا كان صدفه. وهو بالنسبه لي في الاول وفي الاخر هو يعني زي ما نقول ايه، بيزنس عائلي يعني، زي ما بنتكلم واحنا في العيله كلنا مع بعض. دي يعني اختي يعني. فاللي هو لكن انا في الطبيعي لا، هي الكوره في دمي يعني. انا حتى الفتره اللي انا مثلا بقالي يمكن 4 سنين او 5 سنين في يعني متجه للميديا اكتر. بس يعني في خلال ال4 سنين لا يعني انا على طول اي كورس بيبقى تبع الاتحاد الدولي بتاعي بروح اخده، اي دبلومه تبع الاداره بروح اخدها عشان يعني انا عارف ان انا في وقت من الاوقات اكيد الكوره في دمنا. انت عارف اللعيب كوره ده يعني اللي بيبطل كوره ما بيعرفش يبعد، يعني ما بيعرفش يبعد عنها. هتحلل وهتدرب، لازم هتحاول ترجع تاني في اي حته بقى انت ايه هترجعها يعني. انا بس فصلت شويه من الكوره زي ما بقول لك، ان انا ايه عارف انت لما تحس ان انت قصرت، لا وقصرت شويه يعني لما بتقعد تفكر في حياتك زمان وبتاع، لا يعني بص انا بحس انا عشان الكلام بس بيجيب بعض يعني. انا بحس اقول له ان اغلبيه لعيبه الكوره اللي بيبطل او اللي بيحصل هي اللي تظلم نفسها. يعني انا ما بقتنعش خالص قليل قوي يعني، او يمكن لما بطلت كمان اكتر لما بقى يعني عندي يعني بعد افتكر كده السيناريوهات وبتاع، ما بقتنعش خالص بفكره ان لعيب مظلوم ده. تصدق ممكن تبقى حاجه غريبه جدا. ممكن الناس تقول لك لا يعني، حتى لما اتكلم مع ناس في الارض يقول لي لا يا عم لا ما انا مش عارف هو لكن انت بتقعد مع نفسك. اصل هو لا لو ترجع بقى تراجع افكارك وقراراتك وكل حاجاتك، لا انت السبب. قصرت في حته معينه، المدرب كان عايز حاجه ما عملتهاش، كنت ما بعتمدش باكلي ما كانش هي قصه كده. ما هو انت لو انت في فورم او انت كويس، هو المدرب هيظبطك لايه؟ يعني فاهم حاجه؟ ما هو انت كده في الاول وفي الاخر، ما هو بالنسبه له عايز يكسب. لو انت ما قاتل هو عايز رزقه، فاهم حاجه؟ فلما بتقعد، فعشان كده انا بقول لك يعني برضو من ضمن انا بحس ان اي لعيب هيجي يقعد معاك كده يخترع لك مبررات، اعرف ان ده فاشل. والله العظيم. ودي كلمه ممكن تزعل يعني، ممكن لعيبه الكوره كتير يستغربوا اللي انا بقوله، بس انا بقول لك والله العظيم عن تجارب كتير في حياتي. انا اجيبها لك مثال بسيط عليا، ان انا قعدت كل 3/4 حياتي حتى وانا في المنتخب، خلي بالك عمري ما كنت مركز في الكوره، دماغي في حاجات تانية وخروج وبيانات وسهر وهلس بصراحه بكلمك انا يعني. السنه الوحيده اللي انا ركزت فيها في الكوره، لا ربنا يعني اداني، فاهم حاجه؟ ما حدش، وكنت اقدر العب واقدر اعمل وبتاع وانت اللي وانا اللي قصرت. فانا بشوف ان اللعيبه كلها كده يعني. كل الناس هو مشكله عندنا في مصر شويه، العقليه الجهل ممكن يكون او سوري من الاكثر، بس العقليه قليله شويه. فانت كل لعيب يطلع هو عايز يدي اصل المدرب، اصل النهارده الملعب مش عارف ايه، اصل الظروف
ظروف الماتش، اصل الحظ وكلمه الحظ دي انا بتجنني برضه، انا بحس ان مفيش حاجه اسمها حظ في الكوره نهائي. انت كنت لعيب كوره قبل، عارف انت نازل الملعب متمرن كويس، واكل شارب نايم، مش مع ربنا كويس، مع كل حاجه، هتنزل هتبقى كده هتبقى كويس، انسى، ملاش تاني. صح. انت بقى قصرت، دي حاجه بتاعتك انت. عشان كده برضو ما انا بكلمك برضو في حاجه برضو بقى لها فتره كده، عن الناس فتره تتكلم كلها على السوشيال ميديا في حته ايه، الله يرحمه طبعا احمد رفعت، الله يرحمه. فبقت دلوقتي بقت كل الناس بقت نغمه، كل ما الجمهور يجي على لعيب او يجي على حد يروح يقول لك ايه يا عم، ما انتوا بلاش، انتوا كده هتدمروا نفسيته، انتوا بصوا احمد رفعت الله يرحمه حصل ايه. لا يا معلم، الدنيا هي مش كده. انت لعيب كوره ودخلت مجال الكوره، انت طالما انت داخل مجال عارف ضغوطاته وعارف هي دي حياه الكوره، لو مقابل الفلوس والشهره وكده. ما هو الموظف اللي قاعد في حكومه اللي معلوش حاجه بياخد 3 4000 جنيه ده ما عندوش ضغوطات، قاعد على المكتب معلوش، انت ربنا كرمك في حته حافظ عليها بقى. فما ينفعش اللي هو ايه، طب ما انت لازم، ما انت لما بتبقى كويس، احنا اكتر ناس بنرفع الناس فوق في السماء، فلما بتبقى كويس بتاخد، صح، فاهم؟ فلو طبيعي لما تبقى وحش مع الناس هتيجي عليك، انت بقى انت اللي فاهم، انت اللي تقدر تتحكم في الموضوع ده. صح. اسلام انا اتبسطت معاك جدا حبيبي والله العظيم في الكلام معاك ممتع حبيبي يا بيلو، عايزين نرغي لنا ساعتين 3 كمان المره الجايه بقى ان شاء الله، فن وبتاع، لو عايز حد يجي يعمل شاي في اللوكيشن اي حاجه انا موجود والله العظيم. حبيبي والله حبيبي، انا اتبسطت معاك جدا، وان شاء الله كده تبقى في نجاح على طول، وبين سبورت تبقى المره الجايه بعد معاك يا رب. ادعي لي يا اسلام والله، ربنا يخليك ونورتني. كان معانا النجم الكبير قوي اسلام صيام، اخويا وحبيبي. استنونا في حلقات جايه من بودكاست اندر ريتد. سلام.